السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ بصوا يا بنات، النهاردة كنت في السوق لسه جاية حالا، فقلت ايه اصور لكم كده بالمرة قبل ما ندخل على الغدا. فخليكي معايا بقى لاخر الفيديو عشان هنعمل الغدا مع بعض كمان. بصوا بقى، هقول لكم النهارده بقى ايه على السوق والاسعار بتاعت النهارده. تمام. النهارده ايه يا بنات؟ النهارده السبت، النهارده اول الاسبوع يعني. فمعرفش بقى الفيديو ده هينزل لكم امتى. تمام. ف اللي جبت البدنجان يا بنات النهارده ب6 جنيه ونص. البدنجان ب6 ونص، اللي هو ايه الرومي ده. خلاص. جبت بطاطا، البطاطا برضو ب6 ونص. تمام. انا بجيبها كده بتبقى مقلبظه كده، وعشان بشقها بغسلها يعني، وبشقها وبحطها ايه على الشبكه كده على الشوايه تتشوى، مش بسلقها. لو انت بتسلقيها يبقى جيبيها الرفيعه. ب6 ونص البطاطا. جبت مانجا يا بنات، المانجا الكيلو ب30 جنيه. خلاص. على فكره المانجا دي انا كنت جايباها، انا هقول لكم دلوقتي سوق ايه. كنت جايباها من السوق عندي جنب البيت، كانت ب50 جنيه الاسبوع ده. لقيتها ب30 جنيه. انا بجيب يا بنات النهارده، انا اتسوقت من شارع القاهره، طبعا كل اللي في اسكندريه عارفينه، من سوق شارع القاهره. المانجا دي ب30 جنيه. خلاص. الحاجات بقى دي كلها هتتغسل. وهنا هنحط الباذنجان لغايه ما نغلفه بقى بالاستريتش. انتوا عارفين طبعا عشان نحافظ عليه بالاستريتش كده، وحطيه في رف التلاجة، هيقعد عندك بالاسبوع واكتر. ده الخضار يا بنات. جبت فاصوليا، الفاصوليا ب20 جنيه. الباميه يا بنات منقيها بالواحده. بصوا هي مش كبيره يعني. الباميه ب30 جنيه، ب30 عشان منقياها. تمام. كان عنده حاجه اكبر شويه، كانت ب25، لكن دي ب30. والفاصوليا ب20 تقريبا. البصل بقى ولا عايز يطلع ولا عايز ينزل يعني، بصراحه بقالي كذا مره بجيبه ب25 جنيه. البصل ب25. البدنجان ده يا بنات الكيلو ب8 جنيه. خلاص. حط الفاصوليا هنا. حط هنا الباميه. كل الحاجات دي طبعا هتتغسل وهنضفها النهارده. خلي بالكم كمان لما تجيبوا فاصوليا، لو انتي مش هتعمليها في نفس اليوم، اغسليها وخرطيها وفرزيها. طبعا بنغطسها في ميه بليمون كده، ويا دوب ثواني كده، ونطلعها في ميه ساقعه، وبتحطيها في اكياس في التلاجة. تمام. علشان دي بتبقى زي ما بيقولوا كده روحها ضيقه، فبتبوظ بسرعه بقى مع الحر وكده، فهتلاقيها باظت. تمام. فانتي لو مش هتعمليها النهارده فرزيها على طول. جبت طماطم يا بنات، الطماطم دي ب6 جنيه ونص. اهي حمرا وجميله اهي. كان في ب10 وفي ب12 وفي ب6 ونص. انا جبت دي عشان هطبخ بيها، مش محتاجاها يعني. هي برضو جامده والله، وبصوا ما فيهاش غلطه، وحمرا وجميله. ب6 ونص. تعالوا بقى ايه نشوف الكيسه دي برضو فيها ايه. جبت بطاطس. البطاطس دي يا بنات ب17 جنيه.
تمام، اللي هي فيها ايه الحته الحمراء دي، بتبقى حلوه في التحمير وبطبخ بيها برده. عايزه اقول لكم البيت كان فاضي بصراحه، وكنا في مشوار كده الصبح، فقلت فرصه ايه اللي نتسوق بالمره. والحاجات دي بقى يا بنات طبعا في البيت لا غنى عنها. وغير كده بتوفر عليكي بقى اللي انت تنزلي كل يوم تجيبي، حتى يعني ممكن تجيبي من كل حاجه. الخضار مثلا حسب طبعا افراد الاسره بتاعتك، ممكن تجيبي نص كيلو من كل نوع، هيوفر عليكي اللي انت تنزلي كل يوم او تبعتي حد من الولاد وكده، فده هيبقى اوفر لك طبعا. يعني يوم بقى تعملي باميه، يوم تعملي فاصوليا، يوم نعمل سبانخ، يوم صينيه بطاطس. وطبعا عندي البصل اساسي في البيت، فكل ده طبعا هيوفر معاكي. وطبعا تكوني مظبطه بقى اللحوم بتاعتك او الفراخ. انا جايبه فراخ معايا النهارده برده، هقول لكم الاسعار ايه. ولكن حتى لو مفيش لحمه او فراخ، اهم حاجه يبقى عندك البصل والطماطم والخضار. تعملي كده شويه خضار ورز، ومش لازم لحمه او فراخ لو مش موجود. تمام. بس فالحاجات دي هتوفر عليكي طبعا اللي انت تنزلي كل يوم او تبعتي حد من الولاد. وعلى فكره لو بعتي حد من الولاد هيجيب لك بالغالي، فاهماني؟ بس فالسبانخ يا بنات كانت ب 20 جنيه كيلو. وحط لي معاها ايه الكزبره اللي هي الخضره بتاعتها. اهو ممكن نعمل يوم كوسه كمان، او نعمل محشي. انا جايبه كوسه وجايبه فلفل رومي، وعندي ورق عنب في التلاجة. فالحاجات دي هتوفر عليا اللي انا اطلع واشتغل على طول. ممكن اطبخها، ممكن اعملها محشي، ممكن افتحها واعملها قوالب. يعني بعملها زي القالب نصين كده، وبتنضفيها كده من جوه، تبقى زي القوالب. عملتها معاكم قبل كده، وتحشيها لحمه مفرومه، تعمليها صينيه في الفرن زي ما انت عايزه. خلاص. الكوسه دي الكيلو ب 16 جنيه. بصوا منقياها بالواحده، وكنت رايحه السوق بدري، فعارفه واخده ايه وش القفص كده زي ما بيقولوا، الحاجه طازه وفريش وجميله. الفلفل يا بنات الربع ب5 جنيه، جبت نص كيلو ب10 جنيه الفلفل الرومي ده. جزر، الجزر يا بنات ب40 جنيه. بجد بقاله فتره على كده، انا بجد مش عارفه فيه ايه. الجزر ب40 جنيه. انا جايباه علشان عايزه ادمس فول، فبحب ابشر جزرايه كده مع الفول وانا بدمسه، بيبقى حلو يعني. بس فجبت نص كيلو ب20 جنيه. بصوا نص كيلو 4 وحدات ب20 جنيه. بجد الاسعار الحمد لله. بحط بقى هنا كده البطاطا وابوشها عشان اغسلها بقى كويس كده بالفرشه بتاعه الخضار، عشان الطينه دي كلها تنزل. بصوا يا بنات، هنا الفراخ بجيبها من حد كده برضو في شارع القاهره اسمه عبد الله. اللي بيتسوق بقى من شارع القاهره يقول لي يعرفه ولا لا، ده معروف هناك. حاجته بصراحه بتبقى حلوه واسعاره حلوه، والفراخ حلوه لان هما تقريبا عندهم مزارع، فبيبقى طعمها حلو كده. بصوا انا هنا جبت بانيه يا بنات الكيلو ب 170. وجبت كبد وقوانص، كيلو الكبد والقوانص ب90 جنيه. كل بقى ده يعني الحاجات دي كلها هغسلها وهحطها في الفريزر وهي نظيفه. تمام. خلي ده كده عشان ما وجبت فرختين يا بنات. الفراخ ب 76، الكيلو ب 76. كل ده برضو ايه هغسله
بصوا الحاجات بقى دي يعني بتعملي ميزانيه بقى كده لنفسك، اللي انت تظبطي حالك بالحاجات دي للشهر، يعني لغايه ما الشهر ما يخلص. يعني النهارده واحنا نص الشهر، النهارده كام مش فاكره بصراحه، ولكن يعني احنا تقريبا نص الشهر تمام. فالحاجات دي تكفيني كده ان شاء الله لاخر الشهر وزياده كمان، لاني انا مظبطه التلاجة برضو. ببقى جايبه صدق، جايبه لحمه برضو على حسب عدد الاسره بتاعتك. انا ما بحبش بصراحه اقول الكميات وكده، علشان بيبقى برضو ده بيرجع لك انت، بيبقى على حسب افراد الاسره. في حد بيعمل كيلو لحمه، حد بيعمل نص، حد بيعمل ربع، فدي بتبقى حسب عددكم يعني. الفراخ ب76 خلاص. وجبت وراك، جبت وركين بس مش فاكره سعره بصراحه. وجبت جوانح خلاص. الجوانح برضو مش فاكره سعرها بصراحه. الجوانح بقى برضو تبقى اكله كده مع مكرونه، ممكن تعمليها صينيه في الفرن بتتبيله كده قمر قوي. هبقى اعملها معاكم ان شاء الله. بس دي يا بنات الحاجات اللي انا جبتها. هبتدي بقى اغسل كده الحاجات دي. هغسل بقى الحاجات دي كده واحطها في الفريزر. وكملوا معايا الفيديو. هنعمل الغدا مع بعض. انا كنت مفرزه كرنب، وهعمل تتبيله فراخ حلوه قوي هتعجبك جدا في الفرن. بس خليكي معايا بقى لاخر الفيديو، وما تنسيش تحطي لايك وتكتبي لي كومنت قمر كده يشجعني. هبتدي بقى ايه اشيل كل حاجه في مكانها. حطيت البطاطس في التربو والبصل، غسلت الباميه والفاصوليا وفرستها، والبطاطا برضو غسلتها يا بنات كويس قوي كده، بوشتها يعني حطيتها في ميه تبوش كده وغسلتها بالفرشه وفتحتها وحطيتها على الشوايه. وابتديت بقى طبعا الفراخ بقى غسلتها زي الفل. طبعا انتوا اكيد حافظين الطريقه بتاعتي. بغسلها الاول بميه، وبعد كده بدعكها بملح ودقيق وبالليمون، وبعد كده بحطها في المحلول اللي هو ملح ودقيق وجنزبيل وليمون، وانقعها كده شويه، وبعد كده اشطفها واصفيها. مسكت بقى ايه، خدي بقى ايه كميه الفراخ بقى اللي انت هتعمليها. هتعملي فرخه، هتعملي نص فرخه، هتعملي ايا كان. مسكتها بقى قطعتها كده على 8، وابتديت افتح من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين كده. فتحتها من تحت الجلد بالسكينه. مسكت بصلايه وسط او بصلتين صغيرين وفرمتهم في الكبه بتاعتي، وهبتدي احط البهارات اللي انا هتبل بيها الفراخ. خلاص. طريقه الفراخ النهارده بجد سهله جدا وبسيطه وخفيفه، وما بتاخدش وقت خالص، وحلوه جدا، وانا متاكده ان هي هتعجبكم. والبهارات بتاعتها بسيطه خالص. حطيت ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، وسماق. يبقى ملح وفلفل وسماق وبابريكا وبهارات فراخ. خلاص. من كل حاجه حوالي نص معلقه. وحطيت خل، وحطيت زيت، وعصرت ليمون. تقدري تحطي الليمونه بقشرها وتفرميها زي ما انت عايزه. وهبتدي افرم بقى كل الكلام ده كده. عايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله دي اصلا بجد تحفه. ما حطيناش بقى ولا صلصه ولا طماطم. زي ما قلت لكم النهارده التتبيله سهله وبسيطه وطعمها مختلف. هتبل بقى الفراخ بتاعتي كده من بين الجلد وفي الفتحات، بين اللحم وبين الجلد والفتحات. وابتدي كده ايه اتبلها كويس قوي. وبعد كده هحطها في التلاجة. لو انت عايزه تعملي التتبيله دي قبلها بيوم يبقى يكون افضل يعني، ولكن انا طبعا انتوا عارفين يوم السوق ده بيبقى الموضوع صعب شويتين، فعايزه انجز بقى. خلاص. بس فالمهم تبلتها كده، وهبتدي الفها بالاسترتش وهحطها في رف التلاجة. النهارده بقى هنعمل المحشي. المحشي بقى ده يا بنات كنت مفرزاه. فاكرين انتوا السوق اللي انا روحته لما اتسوقت المره، مش المره دي لا المره التانية، كنت جايبه كرومبايه كده وكنت مفرزاها بقى وحطاها في الفريزر. عايزه اقول لكم ان التفريز ده بجد عظمه، بجد هيوفر لك وقت وهيوفر لك اي نعم هتتعبي في يوميها، يعني اللي انت هتقعدي بقى تفرزي الكرنب والخضار وكلام من ده، ولكن هترتاحي بقى بقيه الشهر. يعني يوم زي ده يا بنات انا كنت في السوق وجايه بقى مرهقه ومش قادره، فطلعت كله. هطلع الطماطم مفرزاها وخضره المحشي والكرنبايه وكل حاجه كده متفرزه، هيبقى الموضوع سهل جدا. اخدت بقى بصلتين كده، يعني يا اما بصلايه كبيره يا اما بصلتين وسط، وفرمتهم ودعكتهم كده بالملح والفلفل. وحطيت يا بنات الرز طبعا غسلاه ومصفياه كويس قوي، مصفياه طبعا في مصفى ما يكونش فيه ميه خالص. طلعت كيسين طماطم اللي انا مفرزاهم
الطماطم دلوقتي يا بنات يعني ابتدت ترخص شويه كده، هي ب6.5. تعتبر غاليه يعني، فين ايام ما الطماطم بقى كانت 3 كيلو ب10 وكلام من ده. المهم انا كنت مفرزه كام كيس، ما كنتش مفرزه كتير بصراحه. فطلعت كيسين كده، وحطيت بقى كمون وكزبره وملح وفلفل وشويه بابريكا، شويه شطه. حطي بقى الصلصه بتاعتك، حطيت بقى معلقه صلصه بيور كده بتعزز معايا اللون. وطبعا شويه النعناع الناشف، لو انت عندك نعناع اخضر يلا ايه حطيها بقى ايه على خضره المحشي. انا كان عندي الناشف ده، بحب اعمله بالناشف بيبقى حلو. بصوا يا بنات، الخضره بقى لها اكتر من اسبوع اهي مفرزاها، كنت غسلاها كويس قوي وبعدين خرطتها وحطيتها في العلبه دي وحطيتها في الديب فريزر. بصوا بقى الموضوع سهل خالص، كل حاجه متفرزه، الكرنب، خضرة المحشي، وصلصة الطماطم. نزلت بقى كده بحوالي ربع معلقة زيت، ربع معلقة ايه، ربع كوباية زيت او نص كوباية زيت كمان. وقلبت بقى الخلطة بتاعتي. عايزة اقول لكم بجد والله العظيم، ابني كان بياكلها كده ايه بالمعلقة. انتوا متخيلين بياكل الخلطة كده وهي نية من كتر ما ريحتها حلوة. يقول لي طعمها حلو، دوقي. ادوقي؟ لا كفاية انت بتدوق وبتاكلها نية. اخدت بقى يا بنات الكرنب وابتديت الف كده. عايزة اقول لكم بصراحة يعني رجلي بقى كانت وجعتني بصراحة من الوقفة، فاخدته بقى وقعدت في الارض لفيته كله. وبعد كده قلت بقى ارصه معاكم كده في الحله. خلاص، فانتي برضو ما تقفيش كتير، حاولي كده تعملي حاجتك وانتي قاعده. انا بصراحه دي مشكله عندي، اللي انا ما بعرفش اعمل حاجه وانا قاعده، ولكن لما بقى ببقى خلاص مش قادره فبضطر ان انا اقعد. تمام، فده عيب فيا بصراحه، اللي انا باخد كله على رجليا كده وبشتغل وانا واقفه كده. خلاص يا بنات، حشيت المحشي وكان عندي كده كم فلفل رومي. طلعت بقى الفراخ اللي انا متبلاها ودهنتها زيت، وهحطها على الشبكة اللي في النص على اعلى درجة حرارة يعني. هتسيبها حوالي ساعة، من ساعة لساعة وربع حسب الفرن بتاعك. هنا بقى المحشي يا بنات، هنا دي البولة دي فيها المية اللي هي ايه، اللي نزلت من الخلطة بتاعت المحشي، بيبقى لونها احمر كده. زودتها شوربة، وعندي الشوربة دي كانت في الفريزر، فطلعتها وغليتها وهسقي بيها المحشي. خلاص، حطيت طبق كده على الوش علشان المحشي ما يفكش. والطبق ده مش هيفرقع، ما تخافيش. انا عارفه اللي بتقولي ده هيفرقع، لا مش هيفرقع. وطبعا ما تزوديش الشوربه عشان ما يعجنش معاكي، يا دوب كده على الطبقه الاخيره يكون مغطيها كده. بصوا بقى، عايزه اقول لكم على ريحه المحشي بقى بجد فظيع، والفراخ بجد حلوه جدا. بجد يا بنات جربوها بالطريقه دي، سهله وبسيطه وهتعجبهم في البيت جدا. واخده، عارفين، واخده طعم الشوي كده. اخدت بقى شويه خضره كده، بقدونس او اي حاجه، حطيتها كده على الوش. وعملت كمان شويه ملوخيه، وعملت شويه بدنجان وفلفل. ده يا بنات كان الغدا بتاعي النهارده، او ده كان اليوم بتاعي من سوق لمحشي ل... لايه، لمواعين بقى. في حاجات طبعا ما صورتهاش، ولكن ده الغدا وبشكر كل حد اشترك في القناه، بجد ربنا يخليكم ليا. حطي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.